السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث الساعة طبعا أحمد فتوح. يعني أحمد فتوح مفروض إن واحد من كباتن النادي، من كباتن نادي الزمالك. آه، أنا مكسوف لك، يعني أنا مكسوف لك وأنت الموهبة اللي ربنا اداها لك دي خسارة فيك. ده رقم واحد. آه، انت دلوقتي بتبني فرقة، فلازم تتعامل بمنتهى الحدة وبمنتهى القوة علشان ما يجيش حاجة صغيرة توقع كل اللي انت بتعمله ده. طيب ايه القصة وايه الحكاية؟ القصة ان انا جايب واحد مدير كورة مشهود له، وفي نادي انبي عامل نجاحات كبيرة جدا، ويجي لاعب يقول له اصل عمي تعبان، فاوكي اطلع بره المعسكر وخد اجازة. وقصة عجيبة جدا من كابتن عبد الناصر محمد. يا كابتن عبد الناصر، احنا في معسكر آه لبداية موسم، حاجة مهمة جدا. تمام. فمش كل واحد هيقول لي اصل انا عندي ظرف، اصل انا بنت خالتي بتولد فرايح اسخن لها ميه، فالكلام ده مش هينفع. الكلام ده ما ينفعش ان انا لعيب يجي يقول لي اصل انا عمي تعبان، ما يموت. مش ممكن. يعني انا ما بشوفش ده غير في الزمالك بصراحة. انا ما بشوفش ده غير في الزمالك. لعيب كابتن فرقة، المفروض ان هو دلوقتي يبقى موجود بيستقبل الصفقات الجديدة والناس الجديدة اللي اغلبهم شباب. آه، يعرفهم شكل النادي، نظام النادي، يستقبلهم. انت اقل من عمر جابر في ايه؟ اقل من عبد الله السعيد في ايه؟ الونش، الناس اللي هي مشرفة. لكن انا واحد من الناس بشوف ان لازم يبقى في قرار حاسم مع احمد فتوح. انا واحد من الناس زملكاوي مش عايز احمد فتوح في الفرقه تاني. انت لو هتجيب لي كل بطولات الدنيا انا مش عايزك، ان انت مش هتديني اي حاجه بعقليتك دي. انت مش هتديني اي حاجه، انت ما اتعلمتش من ان انت السنه اللي فاتت لسه قاتلك واحد ومفيش. قلنا الراجل ده هيرجع هيبقى ملتزم والدنيا تمام وكل حاجه، لا مفيش. انت مفيش فايده منك. انت واحد من ولاد ممدوح عباس المدللين. الناس دي لازم يتقطع رقبتهم. لازم تجيب واحد او اتنين آه، فعلا تقطع رقبتهم علشان الباقيين كله يبقى ماشي معاك زي الالف. انت مش بتاخد فلوس علشان تسيب المعسكر وتروح تسهر لي في الساحل مع امام عاشور ومش عارف ايه. امام عاشور هو حر بالمناسبه، انا ماليش دعوه. أنا بتكلم في النادي بتاعي. في النادي بتاعي انت مش المفروض يكون ليك وجود بين الفرقة اللي بتتبني دي، لأن أنت مش هتبني معاهم، أنت بتوقع. فطالما بعمل أو بادئ بداية جديدة وببدأ بالصح، يبقى لازم أعمل الصح. الصح ده إن أنت لازم تعرض أحمد فتوح للبيع علشان يكون عبرة لغيره. خليني أقول وأأكد على إن النادي الأهلي ونادي الزمالك هما جنة الكورة في أفريقيا وفي الشرق الأوسط. مش هتلاقي في أفريقيا وفي الشرق الأوسط أكبر من الفرقتين دول. فإن أنا أخرجك من فرقة منهم، فأنا كده يعني بعمل معاك أقصى حاجة ممكن تتعامل مع حد. تمام. فده رأيي، وده الزملكاوية كتير جدا ردود أفعالهم بيطالبوا بنفس الكلام. مفيش حد عايز أحمد فتوح في الفرقة. حاجة أخيرة يا جماعة، أنا أقسم بالله مصطفى شلبي ما يقربليش. يعني هو ما يقربليش، عشان أنا اتشتمت كتير قوي بسبب مصطفى شلبي. فيا جماعة أنا مصطفى شلبي ما يقربليش. تمام. ويخرج ويروح في أي حتة وهو لعيب وحش. راضيين كده يا جماعة؟ تمام. بس كنت حابب أوضح، لأن أنا كنت بقول رأيي الشخصي في مصطفى شلبي. مصطفى شلبي أنا شايف إنه لعيب كويس، بس ما بيستحملش الضغط الجماهيري. فأنت مش لعيب ولا أهلي ولا زمالك، روح أي فرقة تاني هتتألق وتبقى حد جامد جدا والكلام ده كله. لكن أنا والله ما يقرب لي. وتاني بأكد على موضوع إني أنا واحد من الزملكاوية. فتوح لو هيجيب لي كل بطولات الدنيا أنا مش عايزها من وشه. شكرا.